وشوش قلقانة ورافعة عيونها للسما بتدعي يا رب ألطف، وناس بتنادي بأعلى صوتها مستنية تسمع رد يطمنها ولو همسة من تحت التراب. مشهد مش هتنساه إمبابة طول عمرها بعد ما تحولت ذكريات جيرانهم وقرايبهم وهم شخصيا لشوية ركام اتساووا بالأرض في ثواني معدودة. إيه اللي حصل في عقار إمبابة المنهار؟ المكان إمبابة، وتحديدا في حارة من حارات مصر البسيطة في شارع علي بسيوني بعزبة الصعايدة. والزمان لحظة غفلة من الزمن والناس بتاخد عزا واحد في صلاة المغرب، وطبعا محدش فيهم عارف إن قائمة اللي هيفارقوا الحياة من منطقتهم هتزيد تاني خلال دقايق. أما اللي حصل فخلى المصريين كلهم يتابعوا لحظة بلحظة جهود الإنقاذ، على أمل إن الكل يطلع سليم والحكاية تعدي بأقل الخسائر. بس عقار إمبابة كان ليه رأي تاني. واحد من شهود العيان قال إنهم كانوا بيصلوا المغرب وساعتها كان في عزا لحد من المنطقة بس، وهم في الجامع اتفاجئوا بأصوات استغاثة جاية من كل مكان، وفورا طلعوا يجروا يشوفوا في إيه. وهنا كانت المفاجأة، الناس كبير وصغير بيجروا في كل مكان وعقار كامل اختفى، وكل اللي فاضل من معالمه شوية طوب وخشب. أما السكان فمصيرهم مجهول. وبعد استيعاب اللي حصل، الأهالي اتجمعوا وابتدوا بنفسهم يرفعوا الطوب والحيطان، وفي نفس الوقت بيسألوا كام واحد ساكن في العقار. طيب حد يعرف كانوا موجودين وقت الانهيار ولا لأ؟ وهنا الحيرة زادت وكلام الناس كتر، في اللي بيقول الدور الأرضي بس اللي ساكن، وفي اللي بيقول إن باقي البيت متأجر إيجار قديم لأسرة تانية. بس هل حد منهم تحت الأنقاض؟ محدش متأكد. وفي اللحظة دي وعلى بعد أمتار من الركام واقف ولد في حالة ذهول، وكل اللي على لسانه 3 كلمات: ماما وبابا جوه. وفي نفس الوقت صوت تاني بينادي حبيبي يا اخويا، وده أكد حاجة واحدة بس: إن في ناس تحت الأنقاض مستنية الإيد اللي تطلعهم، يا إما عشان يرجعوا بالسلامة لحضن أهاليهم، أو عشان ينهوا رحلتهم في الحياة ويروحوا لمثواهم الأخير بعد ما يودعوا أحبابهم. وفي وسط حالة الترقب دي، الأهالي وقوات الحماية المدنية شغالين بأقصى ما عندهم للبحث عن الناجين، وبالفعل الجهود بدأت تجيب نتيجة، وفي الأول طلعوا 3 أشخاص عايشين اتصادف مرورهم بجوار العقار في لحظة انهياره. لكن اللي جاي بعد كده كان أصعب، خصوصا إن الوقت بيعدي وفرص الحياة للناس اللي تحت بتقل، وللأسف مع استمرار البحث طلعت قوات الإنقاذ أشخاص فرقوا الحياة، فيهم سيدتين. الأولى اسمها زينب عبد القوي فرج وعمرها 63 سنة، والتانية هي فتحية بدر 65 سنة. ورغم كل ده تقدر تقول إن ربنا ستر، لأن واحد من السكان وقبل ساعات من انهيار العقار خرج مع ولاده وكأن ميعادهم لسه ما جاش. كمان العقار وهو بيقع خد معاه 3 بلكونات من البيت اللي جنبه، لكن ربنا ستر والبيت فضل ثابت مكانه، وإلا كنا هنشوف أعداد تانية من الراحلين. ولما الناس ابتدت تركز وتشوف العقار ووقع ليه، كانت المفاجأة الأكبر: عدد من سكان المنطقة قالوا إن العقار كان محتاج ترميم، لكن صاحبه رفض علشان المصاريف. فهل دي الحقيقة فعلا وشوية فلوس كانوا سبب في حرمان حد من أهله؟